السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم عصير بارده، العصير الشهير معروف في الجهه الشرقيه وفي مدينه وجده. غادي نحتاجو في المكونات 5 لتر ديال الماء. غادي نهز من داك الماء واحد شويه اللي غنخلط مع هاد المكونات. درت هنا لتر ديال الماء، زدت عليه نص لتر ديال الحليب. بالنسبه للحليب يكون كامل الدسم، حليب يكون معقم باش يبقى لنا هاد العصير لمده اسبوع. غادي نزيد معلقه كبيره ديال لاروم ديال السيترون. بالنسبه للنكهات يمكن لكم تستعملوا اي نكهه كتفضلوا. معلقه كبيره ديال سنيده الحامضه ونص كيلو ديال سنيده. غادي نخلط دوك المكونات مزيان حتى ينسجموا لينا، وغادي نزيدهم على داك الماء اللي بقى لنا في داك البيدو. في هذيك حركت في هذاك الخليط، حركت لتر ونص بين الماء والحليب. غنزيدها على 3 لتر ونص ديال الماء، وغادي نحرك هذاك العصير مزيان. غادي ناخذ غير واحد شويه في البيدو باش يتخلط لينا مزيان. كيف ما قلت لكم هذا العصير راه كيعتمد على ان الماء يكون مقلاصي، وكيف ما قلت لكم راه هذيك النكهه راه كتباع غير ب5 دراهم عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. كيتقدم هذا العصير تيخصو يكون بارد بزاف. كنتمنى يعجبكم وبالصحه والراحه.